تانية إعدادي. النهاردة هنحل المين بوك على lesson 3 من المعاصر. choose the correct answer from 1 to 3. أول سؤال the internal energy of the water increases when. طبعا ال internal energy طبعا بتزيد بمين؟ بزيادة ال temperature، ودي كانت واحدة من الفاكتورز بتاعتنا. as you increase the temperature أو increasing ال absorbed heat energy أو ال gaining thermal energy the internal energy of the molecule increases. يبقى أنا هدور هنا على أي فاكتور يزود لي ال temperature. أول تشويس the temperature of water changes from 70 to 60. كانت 70 وبقت 60، يبقى أنت كده عملت heating ولا cooling؟ لا، أنا كده عملت cooling وعملت losing لheat energy، يبقى أول تشويس ده مش هينفع معايا. رقم 2 the water vapor condenses on a plant leaf. حصل condensation. الكوندنسيشن ان انا بحول من الجاز ستيت للليكويد ستيت باي كولينج، يعني عملت losing لثيرمال انرجي. اكيد طبعا هتبقى لا. بعد كده بيقول لك quantity of water is heated from 20 degree to 30 degree Celsius. طبعا ديت ممكن تمشي معايا لان انا كده رفعت التمبريتشر بتاعتي من 20 خليتها 30، يبقى انا هختار سي. طب تعالى نشوف لتر دي. بيقول لي اتس بليز الريفريجريتور. احنا بنقول احنا عايزين نزود الانترنال انرجي، يبقى انا محتاج هيت، يبقى ما ينفعش احطها في الثلاجه. فور ايكوال ماسز اوف ديفرنت ميتالز. طيب انت دلوقتي عرفت ازاي ان الماسز كلها قد بعض؟ طبعا اكيد انا استخدمت هنا مين؟ استخدمت هنا البالانس او الميزان. for different metals وكانوا كلهم عند 25 degree سيليسيوس. طب احنا عرفنا التمبريتشر منين؟ طبعا اكيد عن طريق الثرمومتر. were heated تمام for 10 minutes. طب ازاي حددت لي ال 10 minutes؟ حددت التايم ازاي؟ طبعا حددتها بالستوب ووتش. طيب بعد كده عملت ايه؟ using the same heat source، يعني حطيتهم على نفس الهيت سورس، على نفس مثلا الفليم او على نفس البوتاجاز، وابتديت اسخن ل 10 minutes. اللي انا لاحظته اللي انا دلوقتي بعد ما اديتهم heating ل 10 minutes بقى عندي كل واحد عنده different temperature. طب تعالى نشوف الاسئله. بيقول لك ايه؟ which of this metal is best used in manufacturing of cooking pots that can withstand high temperature. يبقى انا لو عايز اعمل cooking pots او cooking pans يبقى طبعا هختار ميتال بيكون بيسخن بسرعه، يبقى انا هختار الميتال اللي بيوصل بسرعه لتمبريتشر عاليه. طيب مين قدامك في دول؟ اكيد طبعا هيبقى هختار الفور اللي هو وصل لحركه ايه لدرجه حراره 70 في 10 minutes. رقم 3 بيقول لي what are the tools that used to find the specific heat of this substance. سهله جدا جدا طبعا من الكلام اللي احنا قايلينه. احنا استخدمنا البالانس والستوب ووتش والثرمومتر، يبقى اختار لتر دي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي compare between two equal masses of asphalt and water exposed to the sun for the same period of time in terms of internal energy and the temperature. تخيل كده عندك 2 equal masses، واحدة من الووتر والماس التانية عبارة عن كتلة من الأسفلت. تمام، زي بالظبط كده وانت على الشط كده او رحت تصيف. تمام، فانت كده حاطط رجلك واحده على الساند والرجل التانية في الميه. طيب بالنسبه للتمبريتشر مين اعلى درجه؟ والاتنين اكسبوز تو ذا سان لايت ونفس البيريود اوف تايم. اكيد طبعا في التمبريتشر هتكون اعلى الاسفلت من مين؟ من الووتر، لان الاسفلت عنده ليس سبيسيفيك هيت عن مين؟ عن الووتر. طيب بالنسبه للانترنال انرجي ميس، الانترنال انرجي كانت ديبندس على التمبريتشر وعلى الكينيتيك انرجي بتاعت الموليكيول. كل ما اديتني هيت اكتر كل ما انت اديتني او الموليكيولز بتاعتي بتتحرك اكتر والكينيتيك انرجي بتاعتهم عاليه، كل ما كان الانترنال انرجي بتاعتك كبيره. طب تعالى نقارن، هل الاسفلت ولا الووتر؟ مين عندك حريه حركه اكتر بالنسبه للبارتكلز بتاعتك؟ مين عنده كينيتيك انرجي اكتر؟ اكيد طبعا هتبقى الليكويد اللي هي الووتر عندها الكينيتيك انرجي بتاعتها اعلى من الاسفلت السوليد، وفي الحاله ديت الانترنال انرجي بتاعت الووتر هتكون اعلى. يبقى في الانترنال انرجي الووتر هي اللي هتكسب، اما في التمبريتشر الاسفلت هو اللي هيكسب. سؤال رقم 3 does the relative the stability of the sea water temperature mean that it doesn't absorb heat energy? explain. بيقول لك هل الثبات النسبي بالنسبه للووتر درجه حراره البحر، يعني درجه حرارته ثابته ما بيتجمدش مش عارفه ايه، درجه حرارته ثابته تمام تقريبا. هل ده معناه ان هو ما بيعملش ابسوربشن لاي هيت انرجي؟ طبعا الكلام ده مش مظبوط، لان السي ووتر وكل الووتر بوديز بتبقى متعرضه دايما لمين؟ للهيت بتاعه الصن، فهم بيعملوا فعلا ابسوربشن لهيت انرجي. طب ليه ما بيحصلش تغيير في الحراره؟ لان احنا اتفقنا ان الابسوربت او الاماونت اوف ابسوربت هيت تمام بيعمل بيهم ايه؟ صح كده، used to weaken the attraction force between الموليكيولز without changing
in temperature. السؤال رقم 4 slowly pumping air into car tire، يعني هينفخ أو هيحط في الكار تايرز بالراحة كده وبهدوء وببطء. pumping the air doesn't raise the temperature، يعني لما بينفخ العجل بتاع العربيات ويحط فيه هواء ما بترتفعش درجة الحرارة. فبيسألك بيقولك does the average kinetic energy of the air molecules inside the car tire increases ولا remain unchanged؟ طيب احنا لسه قايلين الكينيتيك انرجي بتحب الهيت والتمبريتشر، تمام؟ فونس الهيت او عندك تمبريتشر عاليه يبقى الكينيتيك انرجي هتزيد فالانترنال انرجي هتزيد. طب ما انت قلت لي ان التمبريتشر هنا doesn't raise، يعني doesn't raise the temperature، يعني في الحاله ديت ايه اللي هيحصل؟ يبقى الافريج كينيتيك انرجي للموليكيول هتفضل ثابته، يبقى انا مش هختار increases ولكن هختار remain unchanged. فلو بيقال لك explain هنشرح مع بعض ان الافريج كينيتيك انرجي تمام not affected لان عندنا التمبريتشر doesn't change. بعد كده بيقول لي 3 different quantities of water، عندك 3 different quantities of water، 3 كميات مختلفين من الميه were heated، بس محطوطين الثلاثه في 3 identical containers، يعني البوت المحطوطين فيه الثلاثه قد بعض الكونتينرز، ولكن الكميات فيه كبير وفيه صغير وفيه متوسط. طيب الاوبزيت جراف شو ذا تايم تيكن باي ايتش كوانتيتي تو ريتش ذا بويلينج بوينت، بيوريك الوقت اللي وصل كل فيه ليكويد تمام او سوري الكوانتيتي من الميه للبويلينج بوينت، يعني الاماونت الاولى اللي هي الايه وصلت عند 12 minutes، الاماونت الثانيه بي وصلت عند 6 minutes للبويلينج بوينت، اما السي وصلت لنا عند مين؟ عند 8 minutes. بيقول لي which of these containers contains the least amount of water، مين يا ترى تعتقد اقل كونتينر كان فيه ووتر؟ تعالى نفكرك في حاجه كده، تمام؟ كنا بنقول ان ال elevation of the temperature of the substance decreases as the mass increases، وكان في عند العكس the elevation of the temperature of the substance increases as the mass decreases. يعني ايه؟ يعني اللي هيوصل بسرعة للبويلينج بوينت اللي الماس بتاعته صغيرة، والعكس اللي هياخد وقت اطول عشان اوصل للبويلينج بوينت الماس بتاعته كبيرة. فانا عايز اقل كمية مية، يبقى اول واحد هيوصل عندك للبويلينج بوينت. مين اللي وصل للبويلينج بوينت بسرعة واخد وقت اقل؟ اكيد طبعا باين ان الكونتينر اللي فيه الكمية بي هو الايه الاسرع. what is the independent variable and what is the controlled variable in this experiment؟ سهلة جدا. الاندبندنت ده اللي بيحصل له changing all the experiment، اما الكنترول ده اللي بيكون still constant تمام وبيفضل fixed all the experiment. طب مين الحاجات اللي كانت ثابته عندي؟ تعالى نقرا تاني مع بعض. هو بيقول لي 3 different quantities of water، 3 different quantities of water يعني متغيرين، تمام؟ طيب 3 identical container، هل الكونتينر الحجم بتاع الكونتينر ديت تمام او البوتس ديت هتزيد او هتقل طول التجربه؟ لا، يبقى الكنترولد اللي مش هتتغير معايا يبقى الفوليوم of the container، يبقى الفوليوم of the containers هيبقى still constant معايا طول التجربه. طب مين عندنا اللي بيكون independent؟ الاندبندنت اللي هيتغير، تمام؟ طبعا اللي هيتغير عندك او المتغير هو مين؟ الاماونت of water. الأسئلة اللي بعد كده من أسئلة سهلة جدا. write a scientific term any part of the universe that under the study where the changes in energy and matter are observed. ده طبعا تعريف السيستم. السؤال الثاني the space surrounding the system which can exchange the energy or matter or both with the system. ده طبعا surrounding. السؤال اللي بعده system، انا عندي طبعا 3 system، عندي الاوبن والكلوزد والايسوليتد which the energy and matter are exchange. هنبدل الاثنين الانرجي والماتر يبقى دوت الاوبن سيستم، تمام؟ only مادام انك only يعني واحده بس، تمام؟ يبقى دوت على طول مين؟ الكلوزد. طيب مين هنا اللي مش هتتنقل؟ طبعا الماتر، لكن هعمل اكستشينج لمين؟ للانرجي. سيستم خلاص neither الانرجي او الماتر not exchange، ده على طول الايه؟ الايسوليتد. بعد كده measure of the average kinetic energy of the system particles، ده تعريف مين؟ temperature of the system. بعد كده summation of PE plus ال KE، طبعا ده أكيد ال internal energy of the system.
بعد كده بيقول لي the quantity of heat required to raise the temperature of 1 kilogram of the substance by 1 degree Celsius. ده تعريف طبعا مين؟ ال specific heat. a cooling system connected to car engine، وقلنا بنستخدم فيه الووتر، لو نفتكر ده كان مين؟ الرادياتور. ناخد الكومبليت. السؤال الأول matter in the system may be dots liquid dots or mixture of them. طبعا الماتر في السيستم ممكن تكون التلاتة أو أعمل ميكس بينهم يبقى solid or liquid or gas or mixture of them. السؤال التاني بيقول لي systems are classified according to the ability to exchange energy and matter with the surrounding. انتوا كنا لسه قايلينها open closed and isolated. energy exchange occurs in، طبعا بنعمل exchange في حالة حاجتين، الاوبن والكلوزد. السؤال اللي بعده matter exchange doesn't occur in both dots and dots. مش هيحصل ان انت تدي matter لمين بالظبط، الماتر مش بتتنقل في حالة الكلوزد ولا الايسوليتد. the internal energy of the system is the summation of الBE والKE. the kinetic energy of the particles of dots matter particles is greatest because they move dots. طبعا احنا قلنا ان الكينيتيك انرجي دايما لما اقول سيرتها لازم افتكر مين؟ الموشن او الموفمنت اوف ذا بارتكلز. طب والبوتنشال انرجي، البوتنشال انرجي على طول بفتكر مين؟ الاتراكشن فورسز بتوين الموليكيولز. مين اعلى حد في الكينيتيك انرجي؟ هتكون الجازيوس ستيت، لان عندنا البارتكلز بتتحرك راندوملي ان اول دايركشنز. لكن مين اللي عندنا اكبر او ماكسيمم بوتنشال انرجي؟ كانت السوليد ستيت، لان الاتراكشن فورسز بتكون فيري سترونج. فهنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي the kinetic energy of the particles of dots تمام is the greatest kinetic energy، يعني بتتكلم على موشن، يبقى على طول الجازيوس ايه؟ الجازيوس ماتر. تمام because they move، طبعا احنا قلنا completely free and random، وبيتحركوا فين؟ in all direction، يبقى move freely in all directions. السؤال اللي بعده نمبر 7 when matter gains quantity of thermal energy، يعني عملت heating the average kinetic energy of the particles. احنا اتفقنا دي واحده، يعني هعلي التمبريتشر يبقى على طول الانترنال انرجي هتزيد، لان الافريج kinetic انرجي هتزيد يبقى ديت increases. therefore طبعا التمبريتشر ايه؟ التمبريتشر بتاعتك raises او increases زي ما انت عايز. the potential energy، احنا اتفقنا البوتنشال انرجي كانت ماكسيمم فين؟ كانت عند السوليد ماتر because the attraction forces كانت قد ايه؟ very strong almost zero. طبعا عند مين؟ طبعا عند الجازيوس ماتر. تمام، لان الاتراكشن فورس بتكون very weak. السؤال اللي بعده gaining thermal energy، يعني عملت heating by an object dots its temperature. يبقى ايه اللي هيحصل؟ اكيد طبعا انا هعمل لو عملت gaining لاي thermal energy يبقى التمبريتشر يحصل لها increasing او يحصل لها raising. while losing thermal energy، لو عملت cooling ايه اللي هيحصل في التمبريتشر؟ اي مس هيحصل لها هتبقى decreasing، تمام، او هتبقى عندك lower. طيب السؤال اللي بعده the amount of change of temperature of any object depends on dots، وعندك ال type of the substance and dots. كانت بتعتمد على ايه ال amount of change in temperature؟ عندنا 3. تمام، عندنا الماس وعندنا الستيت وعندنا التايب. تمام، يبقى ماس وستيت وتايب. السؤال اللي بعده سهل جدا، بيقولي the amount of change in the temperature of different masses of the same substance varies when they dots or dots same quantity of thermal energy. اكيد طبعا كمية اللي change في التمبريتشر ل different masses لنفس السبستانس بتعتمد على ايه او بتختلف من ايه لايه؟ على حسب انت عملت gaining الثيرمال انرجي يعني عملت heating، ولا عملت losing الثيرمال انرجي يعني عملت cooling. يبقى انا هختار هنا اعمل ايه؟ when they are heated or cooling. يبقى ممكن اكتبها بطريقه تانية ان انا عملت مين بقى؟ gaining، عشان امشي بقى بقيه الجمله. يبقى لو عملت gaining او عملت مين؟ او عملت losing. السؤال اللي بعده بيقول لك when two equal masses of water and oil
are heated over steady flame. steady flame يعني فليم ثابت أو شعلة ثابتة زي البوتاجاز مثلا. the elevation of temperature in the dot تمام is greater than dot. طب احنا عارفين مع بعض ان مين عنده highest specific heat؟ طبعا الووتر. طبعا بتحتاج need a large amount of heat to change the temperature تمام 1 degree Celsius. يعني مش هتسخن بسرعة. high specific heat قلنا slowly جدا عشان يحصل لها heating وسلولي جدا علشان يحصل لها cooling down. طب مين اللي درجة حرارته بسرعة هتبتدي ترتفع؟ الاويل لانه عنده low specific heat. يبقى في الحالة ديت التمبريتشر هيكون فين اكبر؟ طبعا هيحصل له ريزنج بسرعة، ده هيبقى الاويل عنده less specific heat فبسرعة any amount of heat هيبتدي التمبريتشر بتاعته يحصل لها ريزنج. لكن طبعا مين اللي هتبقى على مهلها خالص؟ هتبقى مين؟ الووتر. السؤال الاخير عندنا في الكومبليت بيقول لي when the specific heat of the substance is high زي الووتر مثلا the amount of energy required to raise the temperature is dot. اكيد طبعا هتكون كبيرة جدا تمام is larger and it takes. طب ميس انا هاخد وقت طويل قوي عشان تغيري لي التمبريتشر بتاعتي، يبقى اكيد هحتاج longer time تمام. السؤال اللي بعده correct the underline. the open system only exchange the energy with the surrounding. لا طبعا ده مين؟ ده الclosed. لكن طبعا no exchange for the matter. طيب الكينز اوف سوفت درينك ريبريزنت طبعا ديت كانت اللي في النص عندنا ده مين؟ ده كان الكلوزد سيستم. الايزوليتد كان الثرموس زي ما احنا قلنا. heat is the measure of the average kinetic energy of the matter. لا طبعا ما كانش الهيت، ده كانت مين؟ ده كانت التمبريتشر. a decrease in the average speed of the particles leads to the stability in their temperature. ميس انت هتعمل decreasing للافريج سبيد اوف ذا بارتكلز يعني هعمل لهم كولينج. طب ميس في الحاله ديت التمبريتشر هتبقى ستيبل يعني هتبقى ثابته؟ اكيد طبعا لا، ده انا بعمل كولينج يبقى التمبريتشر يحصل لها ايه؟ decreasing. mercury is an excellent cooling liquid. لا طبعا الميركوري كان excellent ان انا احطه في الثرمومتر عشان كان عنده low specific heat and its temperature rises quickly تمام by gaining any amount of heat تمام. لكن مين الكولينج ليكويد؟ طبعا وكان excellent one ده كان الووتر. the specific heat of ice equal to the specific heat of liquid water. اعلى specific heat للووتر لما بتكون liquid ما بتكونش solid تبقى ice ولا water vapor، لا طبعا هتبقى less than. a radiator used to protect the car tires. لا كان بيعمل ايه ميس؟ ايوه بالظبط كده، كان بيعمل protection للكار engines من طبعا ايه الانكريزنج في الهيت تمبريتشر. بعد كده بترايت اور رونج ويز كوريكشن. اخلي بالي هو بيقول لك كوريكشن يعني ما احطش الساين وامشي، لازم لو غلط هعمل كوريكشن. an open system only exchange matter with the surrounding. طبعا لا تمام. اللي كان عندك بيعمل exchange او الاوبن بيعمل exchange لحاجتين، الماتر مع مين؟ and energy. الثرموس فلاسك represent closed system. طبعا لا، ده كان بيعتبر مين؟ بالظبط كده كان بيعتبر isolated. واحد تاني يقول لي ميس طب انا عايز اشيل الثرموس ده واخلي مثلا ممكن احط الكان تبقى closed system زي ما انت عايز تمام. temperature of the substance is the measure of the average kinetic energy of the particles. قلناها النهارده كتير تمام. ده طبعا هتبقى صح ولا غلط؟ طبعا هتكون صح. an increase in the average kinetic energy of the system leads to elevation of its temperature. طبعا العلاقة بينهم دايركت، كل ما هتزود التمبريتشر كل ما average kinetic energy increases. 5 average kinetic energy of hot water equal to the average kinetic energy of cold water. طبعا أكيد هتبقى غلط، هتبقى more than or greater than. average kinetic energy of the system particles is equal to the kinetic energy of one particle that the kinetic energy of all particles are equal. صح ولا غلط؟ تعال نفكر كده تاني. بيقولك the average kinetic energy of the system particle equal to the kinetic energy of one particle على أساس إن kinetic energy of all particles are equal. ديت احنا شرحناها في السيشن، قلنا على اعتبار إن كلهم زي بعض فأنا باخد مين الافريج فهعملها طبعا إيه right. رقم 7 heat transfer from ore to the object indicated by changing its temperature. طبعا لو احنا قلنا لك عندنا 2 object وحصل ان ده ادى لده heat او ده اخد منه، يبقى فيه لازم يكون في difference فين؟ في التمبريتشر، ولازم الاتنين يكونوا in contact. يبقى رقم 7 هتكون right.
8. The amount of change in temperature of an object increases when أو its masses increases when it gain amount of heat. يعني ال amount of change of temperature تمام هتبتدي يحصل لها increases مش لو الماس increases. احنا قلنا العلاقة بين الاتنين بتكون inverse. elevation of the temperature of the substance increases when its mass decreases. يبقى على طول هتبقى غلط تمام. وهخلي الماس بدل ما كانت increases لا يبقى الماس بتاعتك ايه decreases. The specific heat of a single substance varies according to its physical state. طبعا صح لان احنا قلنا لو انا عندي الووتر هي نفس الووتر بس الووتر على هيئة سوليد يعني ايس، وعندي هنا لو كانت ليكويد يعني كانت ووتر عادية خالص في الحالة الليكويد، او كانت جاز في شكل الووتر فيبر، كل واحدة من الستيت دول على الرغم ان هي كلها مية او كلها بتكون ووتر لكن السبيسيفيك هيت مختلفة. طب اعلى سبيسيفيك هيت للووتر فين؟ لما بتكون ليكويد تمام. يبقى طبعا هعملها ايه؟ هعملها رايت. السؤال اللي بعد كده عبارة عن choose number 1 what is the relation between the closed system and the surrounding. احنا اتفقنا الكلوزد سيستم بيعمل اكستشينج للانرجي مع السراوندنج لكن ما بيعملش تشينجينج معاه في مين؟ في الماتر. يبقى انا هختار اي تشويس. احنا اتفقنا اللي هتمشي من عند الكلوزد سيستم زي السوفت درينك كين كده كانت مين؟ الانرجي، لكن الماتر لا. يبقى دوت هينطبق على لتر سي. وات از ذا ريليشن شيب بتوين الايسوليتد سيستم. طبعا الايسوليتد سيستم زي ما اتفقنا نو اكستشينج للماتر ولا مين تاني ولا للانرجي with the surrounding ولا ده ولا ده. يبقى which choice هيبقى دي. هتلاقي الاسئله ديت بقت سهله خلاص كده، انت كل الكونسبت بقت في دماغك فالدنيا بقت سهله جدا. in the opposite figure تمام بيقول لي what are the number that represent the system and the system boundary respectively. طيب نشوف كده السيستم يعني الحاجه اللي انا under the study اللي انا عايز ان انا ابتدي ان انا ادرسها. طب هو مين اللي انت عايز تدرسه هنا؟ ميس انا عايز ادرس طبعا الليكويد اللي جوه الكونتينر ده او اللي جوه الفلاسك دي تمام. يبقى ده بالنسبه لي كده السيستم. طيب فين الباوندري؟ تمام اللي حواليه او السراوندنج اللي حواليه. السيستم بتاعك ده موجود فين؟ يا ميس ده اللي حواليه دوت هو موجود جوه الكونتينر ده. يبقى على طول انا هختار لتر دي دوت. يبقى 3 هو عباره عن السيستم و2 الفلاسك اللي محطوط فيها مين؟ الحاجه اللي انا عايز ادرسها. يبقى ده السراوندنج بتاعي. رقم 4 بيقول لي the opposite figure show the containers containing equal masses of tea at temperature 70 degrees Celsius. طب حلو قوي. السؤال ده برضو خدناه ورسمناه زيه بالظبط في السيشن. عايز بيقول لك which of the following is correct after 20 minutes. تمام. طيب اولا طبعا نمبر 3 ده عباره عن open system يعني هيعمل exchange لبوث الماتر والانرجي. طيب رقم 2 ده بيكون closed تمام لان انا مغطياه تمام. فهبتدي ان اعمل exchange بس لمين؟ للانرجي without الماتر. اما رقم 1 ده الايسوليتد ولا ماتر ولا انرجي. طيب نشوف كده الاختيارات ونختار مع بعض. رقم 4 تمشي معاها مين؟ طبعا احنا اتفقنا خلاص انا عرفت مين open و closed و isolated. لو بصيت فيهم كويس قوي انا هختار بي. فبيقول لي the mass of the tea in container 1 doesn't change. طبعا 1 مش هيتغير لان no change of matter and energy and the temperature of tea in container number 2 decreases. طيب ليه؟ التمبريتشر بتاعته كمان doesn't change او temperature of the tea in container 2 decreases لاني عملت exchange للهيت تمام كده او الانرجي مع السراوندنج. فونس انا عملت اكستشينج للانرجي في الحاله ديت بدل ما كانت درجه حرارته 70 هيبتدي يقل شويه زي بالظبط كده لما انت بتسيب الكاب اوف تي ومغطيه كده باي مشروب عندك مغطيه بغطا بعد شويه التمبريتشر بتاعته لانه بيعمل اكستشينج للانرجي مع السراوندنج. رقم 5 بيقول لي a system containing substance A الماس بتاعتها ب 5 جرامز and it dissolved in 30 جرام of water تمام. وبعد كده بيقول لك at the end of the experiment the temperature of the solution decreases by 3 degrees Celsius والماس بقت 35. يعني دلوقتي الماس كانت 5 بقت 35 تمام. طيب ايه اللي حصل بقى بعد كده؟ what is the type of the system. فكر كده انت عملت ايه؟ انا كان عندي الماس بتاعتي في الاول خالص السبستنس كانت 5 جرام. لما دوبتها عندي في 30 جرام من الووتر اكيد طبعا الماس 5 بلس 30 اكيد طبعا الماس بتاعتنا الجديده هتبقى 35. طيب حلو قوي. بعد كده بيقول لك التمبريتشر اوف ذا سوليوشن decreases
باي 3. يعني لما حطيتهم الاتنين سوا التمبريتشر قلت 3 درجات. بدل ما التمبريتشر بتاعتك قلت يبقى ايه اللي هيحصل؟ هل يا ترى ده كان isolated ولا closed ولا open ولا closed or isolated؟ طبعا الايسوليتد انا ابتدي ان انا ايه على طول، انا ما بفقدش اي او بعمل اكستشينج لاي ماتر او انرجي، يبقى الايسوليتد ده هبتدي ان انا اشيله، يبقى الايه هستبعدها والدي هستبعدها. قدامك الاوبن وقدامك الكلوز. هل هنا في حصل اي لوزنج للماتر؟ يعني حصل فقد، يعني كانت 5 بلس 30 ما بقتش 35 بقت مثلا 25، لا يمس الماس بتاعتك ثابته، يبقى نو اكستشينج للماتر لكن اكستشينج لمين؟ للانرجي. الدليل على كده ان الايه التمبريتشر بتاعتك قلت، يبقى نو تشينج اوف ذا ماتر بيكوز ذا ماس ستيل كونستانت لكن الانرجي بتاعتي قلت، يبقى انا على طول هكون مين؟ الكلوزد سيستم. رقم 6 the internal energy of the system increases. ميس حفظناها. الانترنال انرجي بتعتمد على مين؟ على الكينيتيك وعلى مين تاني؟ وعلى البوتنشال. لو زودت البوتنشال وزودت الكينيتيك يبقى انا هزود مين؟ الانترنال انرجي، يبقى انا هختار مين على طول؟ لتر ايه. السؤال اللي بعده بيقول لي when a substance is heating، يعني هنبتدي نعمل لها gaining thermal energy its particles هيحصل ايه؟ احنا قلنا العلاقة دايركت بين الافريج كينيتيك انرجي والريزنج اوف ذا تمبريتشر، يبقى اكيد هختار ان الافريج كينيتيك انرجي increases لان انت عملت ايه؟ عملت heating، والعكس طبعا صحيح. all the following are factors that affect the system temperature except، تعالى نقراهم كده. mass shape type and physical state. هنختار مين؟ فكر شوية صغيرين. بالظبط كده، انا ما كناش بنعتمد على الشيب، احنا قلنا ماس تايب ستيت. تمام، ماس تايب ستيت لكن ما قلناش الايه؟ الشيب. The opposite figure represent the process of heating two poles A and B، والاتنين بيكونوا من الكبر. which of the two poles has greater elevation in the temperature during the same period of time. طيب احنا شايفين طبعا هما الاتنين من نفس الماتر، يعني الاتنين عندهم the same specific heat، ولكن في واحدة الحجم بتاعها بيكون صغير والتانية بيكون حجمها كبير. تمام. طيب نبتدي نعرف بقى هل يا ترى اختار ايه. تمام، فبيقول لك بول ايه due to high specific heat، لا هما الاتنين مادام same substance يبقى same specific heat. يبقى لو قال لك due to high specific heat لا، high specific heat لا، اتبقاني ايه؟ large volume و small volume. طيب طبعا مين اللي هتسخن بسرعه جدا جدا جدا؟ طبعا هتبقى مين؟ الصغيره بتاعتنا اللي هي مين؟ اللي هي البي، لان عندها small volume وبالتالي الاليفيشن and temperature increases لما الماس بتاعتنا تحصل لها decreases. شوف السؤال رقم 10. السؤال رقم 10 بيقول لي from the opposite containers which two containers would be suitable for conducting an experiment to show the relationship between the time required for the water to reach the boiling point and the mass of water. عندنا طبعا relation معروفة ان ال elevation of temperature of the substance increases as the mass decreases. طيب كان الجيف ريزن ده كانت ايه الإجابة؟ because the thermal energy gained by the substance is distributed over fewer number of particles so the average kinetic energy increases. تمام كده to greater extent. طيب أنا دلوقتي عايز أختار 2 كونتينر يكونوا suitable إن أنا أعمل الإكسبيرمنت وأشوف العلاقة بين التايم علشان اوصل للبويلينج بوينت والماس اوف ووتر. اختار مين؟ اول حاجه لازم افكر فيها ان انا اختار 2 كونتينر لازم يكون عندهم the same temperature. ليه؟ علشان لما اديهم the same amount of heat ابتدي ان انا اشوف يا ترى مين اللي هيوصل اسرع. فما ينفعش سي مثلا اجي عند كونتينر ب20 واقارنه بال70 او 50 واقارنه مثلا بال20 او 70 اقارنها بال50، ما ينفعش. لازم اديهم هما الاثنين يكونوا at the same temperature. يبقى انا لازم ادور على 2 كونتينر عندهم نفس التمبريتشر. رقم 2 لازم يكون عندهم different masses علشان اشوف مين اللي عنده الماس القليله هي اللي هتوصل الاول للبويلينج بوينت ولا اللي عنده ماس اكتر. يبقى ده هيفضل فين؟ يبقى والكونديشن الثانيه ان لازم يكونوا different in mass. مين التو كونتينرز اللي تنطبق عليهم اللي عندهم same temperature and different masses؟ طبعا هيبقى كونتينر 1 and 3. السؤال رقم 11.
The opposite figure represents the process of heating two cubes of the same substance. أخلي بالي كويس، أول ما يقول لي same substance يبقى same specific heat، لأن ال specific heat doesn't depend on the mass ولا على الفوليوم ولا بتعتمد غير على التايب بتاعة السبستنس اللي قدامك بس. يعني كوبر وجولد مثلا، ألمنيوم وايرن، لكن تقولي مثلا 2 كيوبس، واحد بيكون من كبير والكيوب التاني صغير، تقولي مين عنده specific heat أكبر من التاني؟ لو الاتنين made of the same substance يبقى same specific heat. طيب انا عندي كيوب اكس وكيوب واي والاتنين عندهم same substance يبقى الاتنين same specific heat. which of the following is correct when they reach 60 degree Celsius؟ تمام، اول ما تلاقي اي حاجه مختلفه في السبيسيفيك هيت استبعدها. يبقى كيوب واي عنده جريتر مثلا، عنده هاير سبيسيفيك هيت، لا مش مظبوط، الاتنين قد بعض بالظبط، فانا هستبعد الاي وهستبعد الدي. قدامي اتنين تشويسز، البي وعندنا السي، ابتدي بقى اقراهم كده بكل حرص. هل الكيوب واي عنده less heat energy than كيوب اكس، ولا كيوب اكس has less heat energy than كيوب واي؟ طبعا كيوب اكس اكبر في الحجم، فبالتالي لما يوصل عند درجة حرارة 60 هيكون عنده amount of heat اكبر من الواي، يبقى انا هختار letter B. السؤال رقم 12 from the opposite figure which of the following is correct؟ water in both beaker has the same quantity of heat، ولا water in beaker 2 colder than water in beaker A، ولا the internal energy of the water in beaker 1 less than in water in beaker 2، ولا water in beaker 1 reached the room temperature before the water in beaker 2؟ اولا بيكر 1 وبيكر 2 الاتنين عندهم the same temperature، الاتنين 90، ولكن هنا الفوليوم بيختلف، هنا 200 ملي لتر وهنا عندنا 100 ملي لتر، يعني الماس هنا اقل. فطبعا مين اللي هتمشي معايا اكتر واحده؟ لازم اقرا كويس، هقول له water in both beakers has the same quantity of heat، اكيد طبعا لان الاتنين عندهم the same temperature. طب هل ينفع ان الووتر اللي في بيكر 2 يكون colder than؟ لا طبعا مش هيكون colder ولا hotter لان الاتنين the same temperature. طب الانترنال energy of بيكر 1 less than او bigger than البيكر التاني؟ لا طبعا اكيد، لان احنا اتفقنا الاتنين the same temperature. اكتر واحده هتمشي معايا تكون صح طبعا هيبقى تشويس ايه. السؤال اللي بعده the opposite figure represent an experiment to measure the factor that affect the amount of change in the temperature of the system. تمام، what is the independent variable in this experiment؟ انا عايز هنا العامل المستقل بتاعي. تمام، ايه اللي هيحصل له، ايه اللي هيبتدي يتغير معي؟ طيب نشوف كده مع بعض يا ترى مين. دلوقتي هفكرك الاول بالديبندنت والاندبندنت والكنترولد فاريبل. الكنترولد الثابت يعني اللي مش بيتغير طول الاكسبيرمنت بتاعتنا. طيب مين الثابت اللي عندنا؟ انا شايف اذا سيم فليم نفس الاماونت اوف هيت ثابته. تمام، انا عندي الفوليوم بتاعت الكونتينرز برضو ثابته، فدول بالنسبه لي كنترولد. طب هو بيسالني على اندبندنت ولا ديبندنت؟ الاندبندنت الحاجه اللي انا هغيرها، تمام، علشان اعرف التاثير بتاعها ايه بعد ما انا غيرتها. طيب انا عايز اعمل ايه؟ انا هنا عايز يشوف الاويل والووتر مين فيهم independent variable في الاكسبيرمنت ديت. هل الفوليوم اوف ووتر اند اويل؟ يعني الاندبندنت ده انت هتغير كده الفوليوم بتاعت الووتر والاويل عشان تشوف تاثيرهم على حاجه معينه؟ لا والله يا ده الفوليوم بتاع الووتر والاويل الاتنين ذا سيم. طيب الاماونت اوف هيت جيند، انا شايف برضو ان الفليم الاتنين قد بعض بالظبط، يعني same amount of heat. طيب التايب of the substance of oil and water ولا the amount of change in the temperature of the oil and water؟ بالراحة بقى، أنا عايز independent يمس. كلمة independent يعني عامل مستقل لوحده، تمام، اللي هغيره في التجربة عشان أعرف التأثير بتاعه أو أعرف الإفكت بتاعه. يبقى أنا غيرت هنا مين في التجربة بالظبط؟ مرة هنا حطيت ووتر والمرة هنا حطيت اويل. لما اغير الاويل والووتر بقى مس هبقى اشوف الاماونت اوف تشينج في التمبريتشر في الاويل والووتر. يبقى بالنسبه لي الاماونت اوف تشينج ان تمبريتشر اند ووتر ده بيكون ديبندنت فاكتور. اما الاندبندنت اللي انا غيرته بمزاجي، تمام، علشان اعرف التغيير او الاماونت اوف تشينج ان تمبريتشر اوف اويل اند ووتر، يبقى على طول هيكون مين؟ الاندبندنت. يبقى الاندبندنت كمان مره ده اللي انا بغيره علشان اشوف الافكت بتاعه ايه. طب الديبندنت لا، دي الحاجه اللي انا هشوفها بعد ما اغير في الاندبندنت. يبقى التايب اوف ذا سبستانس
الاويل والووتر هو ده اللي هيكون الاندبندنت فاكتور. when equal masses of water and ice are heated over a steady flame زي اللي قدامنا ده the elevation in the temperature of dots. تعال نبص بقى، هل الووتر هتكون greatest ولا الايس ولا each of water and ice had the same in the both cases ولا الووتر is twice as that in the case of ice. انا عايز اقارن بين 2 كيوبس والاتنين او equal masses من الايس والووتر او الووتر والايس والاتنين heated over a steady flame، اتنين على نفس الفليم. تمام، هل الاليفيشن في التمبريتشر مين اللي هيسخن بسرعه؟ طبعا اكيد اللي هيسخن بسرعه هيحصل له ميلتنج هو مين؟ الايس، يبقى الايس is the greatest على طول. سؤال سهل خالص. The specific heat of the metallic ball depends on، اتفقنا ال specific heat doesn't depend on the mass ولا على الفوليوم ولا على الراديوس، لكن depend على مين؟ على ال type of the مين؟ ال type of the substance. Which of the following substance had the highest specific heat؟ highest specific heat أكبر مادة في ال specific heat هي الووتر because it need large amount of heat energy to change 1 kilogram of it 1 degree Celsius. The opposite table show the specific heat of 4 elements at the same temperature. كلهم عند نفس درجة الحرارة. Which element heats up faster؟ اللي بيسخن بسرعة. تمام، يبقى عنده less specific heat. يبقى انا كده عرفت المفتاح بتاعي. انت عايز تسخن بسرعة هات لي less specific heat. هبص في التيبل مين اصغر واحد في السبيسيفيك هيت؟ هيبقى الكبر 385. The opposite graph express the specific heat of solids A, B, C and D which have equal masses at room temperature 25. Which of these substances its temperature reaches 70 degree after long period of time؟ مين اللي هياخد وقت طويل عشان يوصل 70؟ بدم takes longer time يعني مش بتسخن بسرعة، يعني عندك high specific heat. هبتدي أبص في التيبل أو الجراف وأبص على عنده higher specific heat، هو ده اللي هيوصل لتمبريتشر 70 after long time. يبقى طبعا هيكون مين؟ البي. السؤال اللي بعده أسئلة الجيف ريزنز طبعا والديفاين ديت والوات والهابن، أسئلة اوريدي بتكون اعتمادا على الفهم بتاعك. تمام، بتكون أسهل مما تتخيل. السؤال اللي بعده study the following figures then answer the following. From the opposite figure compare between the kinetic energy of water molecules in the two beakers and mention the reason. طبعا البيكر الأولاني فيه 200 جرام والتاني برضو فيه 200 جرام من الووتر، وعندك هنا الثرمومتر في بيكر A قايس لك 60 والتاني اكوال كام؟ 30. أكيد طبعا by raising the temperature ال kinetic energy of the molecule increases والaverage kinetic energy بتاعتهم increases، وده طبعا هيأثر على مين؟ على الانترنال انرجي بتاعت الايه؟ البيكر كله اللي فيه مين؟ اللي فيه الووتر بتاعتنا. يبقى الإجابة عندنا طبعا البيكر اللي عنده مور أو الهايست تمبريتشر هو اللي عنده الانترنال انرجي أعلى، يبقى بيكر 1 هيبقى greater علشان التمبريتشر هتكون higher than بيكر 2. طيب the internal energy of water in two beakers and mention the reason. طبعا الانترنال انرجي برضو بتاعت بيكر 1 هتكون greater علشان التمبريتشر بتاعته بتكون higher than التمبريتشر الموجودة فين؟ عند بيكر 2. بعد كده 4 identical metallic cubes اللي احنا شايفينهم دول 1 2 3 4 of the same substance. اتفقنا مادام same substance يبقى same specific heat. كلهم at the temperature equal 80 where immersed هنبتدي نحطهم أو نغطسهم في different volume of water with the temperature equal 40 as shown in the figure. What happened to the temperature of these cubes after they immersed in water؟ سؤال سهل قوي. هما التمبريتشر بتاعتهم 80 وتحطوا في temperature 40، أكيد طبعا التمبريتشر بتاعتهم هتبقى decreases. Which cube causes the greatest change in water temperature after 10 minutes with explanation؟ طبعا اللي هيعمل greatest change in the temperature تمام after 10 minutes البيكر اللي عنده less amount of water. تمام، يبقى مين اكتر واحد اقل واحد عندنا في الووتر؟ طبعا هيبقى بيكر نمبر 3. 4 rods of different metals all have the same mass were heated with the same source of heat
for the same period of time. عندك 4 روتس أو 4 ستيكس من different metals كلهم عندهم the same mass. تمام، وابتديت إن أنا أسخنهم بنفس السورس. طيب بعد كده بيقولك وكمان أخدوا the temperature increase as it shown. تمام، ابتدت درجات الحرارة ترتفع زي ما انت شايف. فبيقولي what is the correct descending order for the specific heat. احنا متفقين اتفاق كل ما السبيسيفيك هيت بتاعتك عليت بسرعة، تمام، يبقى انا هاخد كل ما درجة الحرارة ارتفعت بسرعة يبقى انت لو في السبيسيفيك هيت. اما لو انت اخدت لونجر تايم ان درجة الحرارة بتاعتك ترتفع، تمام، يبقى انت كده هاي سبيسيفيك هيت. طيب تعالى نشوف كده مين يا ترى descending يعني from the largest to the smallest. انا عايز ارتب descending order على حسب السبيسيفيك هيت. تمام، هنقرا بالراحة كده نشوف كده مع بعض هنختار يا ترى مين. يبقى العلاقة بين التمبريتشر والسبيسيفيك هيت بتكون انفرس. تمام، لو انت سخنت بسرعة يبقى السبيسيفيك هيت بتاعتك صغيرة، لو انت سخنت ببطء يبقى السبيسيفيك هيت بتاعتك عالية. طب انا عايز اعمل descending يعني from اللارجست او highest specific heat للاقل. مين عندك اقل واحد اتغيرت التمبريتشر بتاعته ما سخنش بسرعة؟ طبعا ده كان مين؟ الواي. يبقى الواي ده الجريتست في السبيسيفيك هيت. طيب يبقى ده كده اكبر واحد. بعديه على طول مين يجي في المرتبة التانية؟ طبعا جاي مين؟ الدبليو. بعد كده جه عندك مين؟ الزد. اخر واحد خالص واللي عنده lowest specific heat اللي اعلى في التمبريتشر يبقى مين؟ الاكس. يبقى العلاقة او relation between التمبريتشر والسبيسيفيك هيت بتكون inverse. تمام، كل ما التمبريتشر بتاعتك زادت بسرعة يبقى انت عندك lowest specific heat and vice versa. هناخد بعد كده الفاريانت كويستشنز. تمام، بيقول لي what is the system. اكيد طبعا معروف ان هو any part من اليونيفرس. تمام، under الاستاديو بشوف فيه الاكستشينج of matter and energy are observed. بعد كده بيقول لي what is the system whose mass changes over the time. يا ترى مين السيستم اللي عندك الماس بتاعته بتتغير بس؟ طبعا هيكون الاوبن سيستم لانه بيعمل اكستشينجنج للماتر مع السراوندنج، فعشان كده الماس بتاعته بتبتدي انها. سؤال رقم 3 what do you mean by saying the raising of temperature 1 kilogram of the substance x by 1 degree Celsius require an amount of heat equals كذا. طبعا ده الديفينيشن بتاع السبيسيفيك heat، يبقى it means the specific heat of substance x equal كام؟ equal 700 جول بير كيلوغرام سيليزيوس. السؤال اللي بعده what's meant by the specific heat of iron equal 450 جول بير كيلوغرام سيليزيوس. يبقى السؤال على طول اللي فوقيه. تمام، يبقى it means the temperature أو the heat أو the amount of heat required to raise the temperature of the iron. تمام، أو 1 كيلوغرام of the iron by 1 degree Celsius equal كام؟ 450 جول. تمام، كمان مرة يبقى the amount or the quantity of heat needed أو required to raise 1 kilogram of iron. تمام، 1 degree Celsius is 450 جول. السؤال اللي بعده what can be concluded from comparing the specific heat values of ice and water. الايس كان الرقم ده والووتر كان الرقم ده، قارن بين الاتنين. طبعا اكيد الاماونت of heat required to raise the temperature of 1 kilogram of ice. تمام، كانت الرقم ده less than the amount of heat required to raise 1 kilogram of water 1 degree Celsius. السؤال اللي بعده طبعا ده اكيد كده السبيسيفيك هيت اكيد طبعا بتاعه الووتر اكبر لان انا بحتاج كميه هيت انرجي اكبر. Why does the temperature of aluminium rise to a greater extent than the temperature of pure water؟ طبعا ده هيرجع لمين؟ because aluminium has less specific heat than الووتر. تمام، واحنا عرفنا طبعا الموضوع ده كتير قوي، العلاقة بين التمبريتشر والعلاقة بين السبيسيفيك هيت. لو هتحتاج كمية هيت صغيرة يبقى السبيسيفيك هيت بتاعتك هتكون مالها؟ ايه الاخبار؟ فكر كده ميس، لو ارتفعت درجة حرارتي بسرعة يبقى السبيسيفيك هيت بتاعتي هتكون صغيرة، والعكس صحيح، لو ارتفعت درجة حرارتك ببطء سلولي يبقى السبيسيفيك هيت بتاعتك كبيرة.
two equal masses of two objects x and y gain the same amount of heat. عندك x وعندك y أخدوا نفس كمية الهيت. So the increase in the temperature of object x was less than the object y. يعني ال increasing في التمبريتشر كان بتاع ال x تمام كان ماله كان أصغر أو less than object y. فبيقول لك what is the scientific explanation for this observation. يا ترى ممكن تفسر ده ازاي؟ بس طبعا على مين؟ scientific explanation. بدل التو objects هما الاتنين معمولين من different substance يبقى الاتنين عندهم اتنين specific heat مختلفين عن بعض. طيب ال specific heat بتاعت ال x طبعا اكيد كده هتبقى greater than ال object y لانه كان ال amount of heat اللي اخدها less than ال y. احنا قلنا لو انت اخدت كمية heat قليلة يبقى ال specific heat بتاعتك كبيرة والعكس صحيح. يبقى هنا الأوبجكت X هيكون more than في السبيسيفيك هيت عن Y تمام لأن احنا اتفقنا هو واخد أكبر منه في مين؟ واخد less amount of heat than ال Y. السؤال رقم 8 the opposite table shows specific heat values of different metals. عندنا X و Y و Z والسبيسيفيك هيت قدامك الفاليو بتاعتهم والماس بتاعت كل واحدة بتساوي 70 جرام. Which of the three metals its temperature increases to greater extent. مين يا ترى اللي هترتفع درجة حرارته أكتر when they are heated by the same heat source for the same period of time. هو عايز يعرف مين في التلاتة metals دول تمام هيحصل له increasing في التمبريتشر أكتر. اللي هيحصل له increasing في التمبريتشر أعلى يبقى اللي عنده lowest specific heat. طيب يبقى أنا دلوقتي اللوست سبيسيفيك هيت أنا عندي هنا 0.133 ولا 0.528 ولا 0.388 يبقى أكيد طبعا أول واحد خالص الإكس اللوست في مين؟ في السبيسيفيك هيت. يبقى التمبريتشر بتاعت الإكس هي الانكريزز تمام يبقى في الحالة ديت لأنه عنده lowest specific heat. بعد كده بيقول لي mention the life application that prove that the water is an excellent liquid for cooling. طبعا هيكون مين؟ الرادياتير اللي احنا بنعمل منه protection للكار engine. the use of water in radiator used for cooling the car engine because it has high specific heat that protect the engine from the large amount of heat. ال higher order questions بيقول لي choose which of the following graphs represent the relationship between the temperature and the kinetic energy. طبعا كل ما التمبريتشر زادت كل ما الكينيتيك انرجي تزيد and vice versa يبقى العلاقة دايركت يبقى هختار choice A. Two objects of the same mass gain the same amount of heat. So the elevation هما الاتنين عندهم نفس الماس واخدوا نفس amount of heat. So the elevation in the temperature of the second object was double that the temperature of the first one. Then the specific heat of the substance of the second object is تفتكر هو أخد قد إيه؟ هما الاتنين نفس الماس وأخدوا the same amount of heat لكن كان ال elevation أو الارتفاع في السكند object في الحرارة بتاعته كانت الدبل عن مين؟ عن ال A. يعني لو دوت C مثلا طلع ل 2 التاني طلع لك لكام؟ طلع لك ل 4. يبقى في الحالة ديت السبيسيفيك هيت بتاعتنا مين أعلى؟ طبعا اللي درجة حرارته ما ارتفعتش كتير هو اللي عنده سبيسيفيك هيت أعلى تمام؟ طيب بما إن الإليفيشن في السكند أوبجكت كان الدبل يبقى في الحالة ديت السبيسيفيك هيت بتاعته هتبقى قد إيه؟ هاف للسبيسيفيك هيت للفيرست أوبجكت لأن السبيسيفيك هيت للفيرست أوبجكت أعلى منه يبقى أنا هختار half the specific heat. طب ينفع equal the specific heat of the substance of the first object؟ لا طبعا تمام لانه ما ارتفعوش الاثنين بنفس الايه الحراره. طيب دبل السبيسيفيك هيت بتاعت السبستانس بتاعت الفيرست اوبجكت دبل السبيسيفيك هيت يعني هو اعلى منه بالدبل؟ لا طبعا ده انت اللي اخدت تمبريتشر اعلى يبقى دوت ما ينفعش. طيب كوارتر السبيسيفيك هيت of the substance لا طبعا ده ارتفع للدبل يبقى التاني على طول specific heat بتاعه هيكون ايه؟ نصه. The following figure represent the heating of different amount of water having the same temperature in which case the thermometer reading highest after 5 minutes. نفكر شوية صغيرين يا ترى أي كونتينر من دول هتبقى الثرمومتر ريدنج أعلى بعد 5 minutes. هما كلهم فيه موتور تمام
هنا 50 هنا 100 وهنا 50 وهنا 100 ملي لتر. تمام. تعالى بقى بص كده يا ترى، فكر شويه صغيرين، هنختار مين؟ الهايست افتر 5 minutes، يبقى انا ما اختارش ال 100 ملي لتر، هختار حد الماس بتاعته صغيره. طيب هنا 50 وهنا 50. تمام. بس هنا انا عندي 2 فليمز، هنا عندي واحده، يبقى كل ما تزود الهيت يبقى بسرعه هيحصل elevation بسرعه للريدنج، يبقى انا هختار مين؟ 3. السؤال اللي بعد كده the container A and B shown in the opposite figure were left in open place. عندك container A و B. تمام. واحد فيه 500 ملي لتر اوف ووتر وعند 90 ديجري سيليزيوس، والتاني فيه الهاف بتاعه بالظبط 250 وبرضه في 90 ديجري سيليزيوس. were left in open air، اتسابوا في مكان مفتوح. which of the following graph show the decrease in the temperature of the two container over the time. خلي بالك انا حاطط هنا نص الكميه بالظبط، ده 250 وهنا 500. طيب افكر كده بالراحه كده، يا ترى ايه اللي هيحصل لو انا سبتهم كده في الاوبن اير شويه وقت؟ which of the following graph show the decrease in the temperature of the two container over the time. انا عايز اعرف هنا which جراف من الجرافات اللي قدامي ديت اللي هيمثل لي بسرعه ان الووتر هيحصل لها decreasing في التمبريتشر بتاعتها. بالعقل كده ده عندي 500 ملي وده 250، كميه كبيره وكميه صغيره، يبقى لازم البيكر او الووتر اللي في بيكر بي اللي هو الرقم او الحجم الصغير ده هو اللي هيبرد الاول. اكيد طبعا. تمام. الماس دي كبيره جدا، دي هنا صغيره قوي، عرضتهم الاتنين للاوبن اير، اكيد اللي عنده الماس الصغيره اللي هيبرد الاول، يعني هياخد شورت تايم ان يوصل لمين؟ للروم تمبريتشر بتاعتنا. طيب هو دلوقتي تعالى نشوف كده، هنا بيقول لي الاي هو اللي هيبرد الاول اخد شورت تايم اكتر من البي، لا طبعا البي هو اللي اخد وقت بيكون اقل. طب هنا انا شايف ان البي فعلا واخد وقت اسرع، وقت اقل من هنا من الاي. يعني لو انا رتبت كده الارقام بتاعت او كتبت هنا على اكس اكسس 1 2 3 4، بص كده الاي على طول عند مثلا 1 سكند تمام ابتدى يبرد، اما مثلا الاي مثلا اخد 2 سكندز او 3 سكندز. يبقى دلوقتي انا هنا استبعدت الاولاني لان اللي هيبرد الاول البي مش الاي، فانا استبعدت ده. بعد كده يحصل ايه؟ هيحصل ثبات بقى، خلاص هيوصلوا للروم تمبريتشر اللي هي 25. ففي الحاله ديت انا ما بقاش في اي حاجه بتنزل. طيب ليه انا ما اخترتش ده؟ انا ما اخترتش ده لان ده هينزل لك على الزيرو. هل بعد ما يبردوا هيتجمدوا يعني هيبقوا 0 ديجري؟ لا يا مس، ده هيبقوا عادي في الروم تمبريتشر. يبقى انا هختار مين؟ هختار الاول ان البي. تمام. وهبتدي يحصل لهم ايه؟ ان التمبريتشر بتاعتنا doesn't change لان انا هوصل للروم تمبريتشر. after the end of the experiment shown in the opposite figure. تمام. it was observed that بعد ما خلصوا التجربة اللي قدامك ديت فيها liquid 1 و liquid 2 وقعدوا يسخنوا، ده اخد heating time 100 سكند وده اخد 200 سكند، والاتنين فيهم identical heaters، يعني زي ملفات تسخين كده عشان تسخنهم الاتنين بنفس الكمية. وعندك اتنين different liquids with the same mass، يعني سي مثلا لو ديت 5 مثلا جرام سوري 500 ده 500، لو ده 50 ده 50. طيب اوكي. it can be concluded ايه يا ترى بقى؟ بيقول لك احنا لاحظنا شويه حاجات في elevation في التمبريتشر. طيب نبص كده مع بعض، انا شايف هنا ايه؟ تعال نشوف التشويسز كده. البوث liquids absorb the same amount of heat energy ولا liquid 1 received more energy than liquid 2. both liquids have the same specific heat ولا specific heat of liquid 1 is less than that of liquid 2. طب ما تيجي نقراها كده مع بعض واحدة واحدة ونشوف كده نفسر الدنيا اخبارها ايه. انا جبت 2 liquids مختلفين، اول ما يقول لي 2 liquids مختلفين استحالة يكون ليهم نفس السبيسيفيك هيت، يبقى التشويس ده نشيله خالص من دماغنا. يبقى both liquids have the same specific heat، لا، لان دول عبارة عن 2 different liquids. تمام. طيب انا دلوقتي سخنت ده قد ايه وسخنت ده قد ايه، بس خلي بالك هما الاتنين انا اديتهم السيم اماونت اوف هيت ولا اديت حد اكتر من حد؟ تعال نبص كده، انا اديت هنا 2 different liquids. تمام. سخنت الواحد ل 200 ثانية والتاني 100 سكند 100 ثانية بس. طيب بص كده على الكمية، الكمية بتاعتك هنا اصغر من الكمية دي. طيب انا سخنت قد ايه؟
ميس أنا ده احتاج 200 ثانية علشان ترتفع درجة حرارته. طب ده احتاج 100 ثانية عشان ترتفع درجة حرارته. طيب هقولك على حاجة، ده احتاج 200 سكند 200 ثانية عشان تبتدي الاليفيشن يحصل في التمبريتشر، ده احتاج 100. يبقى مين عنده سبيسيفيك هيت اعلى؟ اللي احتاج كمية هيت اعلى، احتاج وقت اطول. يبقى على طول ان انا عندي ليكويد 2 ده اللي سبيسيفيك هيت بتاعته اكيد 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 اكبر من السبيسيفيك هيت بتاعت ليكويد 1 مرتين. شايف اخد قد ايه كمية الهيت بتاعته؟ قد مرتين. يعني السبيسيفيك هيت اوف ليكويد 2 دبلد السبيسيفيك هيت بتاعت ليكويد 1. طب ليه؟ لان ليكويد 2 takes a long time and more heat energy علشان ان انا اعمل elevation لمين؟ للتمبريتشر بتاعته. يبقى انا هنا عرفت خلاص ان ليكويد 2 اكبر من في السبيسيفيك هيت من ليكويد 1. يبقى انا هختار specific heat of liquid 1 is less than that of liquid 2. يعني بسرعة كده يا ميس، احنا جبنا 2 ليكويد مختلفين يبقى ما عندهمش نفس السبيسيفيك هيت، فانا شلت تشويس سي. طب ميس الاتنين اخدوا ذا سيم اماونت اوف هيت انرجي؟ هقول لك لا، لان ده تسخن 200 وده تسخن 100 كمان، ديت لا. طيب بعد كده بيقول لك هل ليكويد 1 received more energy زي الليكويد 2؟ اكيد طبعا لا، ده ليكويد 1 اتسخن 100 وليكويد 2 اتسخن 200، يبقى دي ما تنفعش. قدامك دي. طب تعالى نقنع نفسنا كده ونشوف فعلا صح ولا غلط. ميس ده اخد 200 سكند عشان ترتفع درجة حرارته، وده اخد 100. انا محتاجة كمية كبيرة ولونجر تايم علشان اعمل تشينجينج في التمبريتشر، يبقى السبيسيفيك هيت اوف ليكويد 2 مور ذان سبيسيفيك هيت اوف ليكويد 1. يعني ليكويد هنا هيت هيكون سبيسيفيك هيت لليكويد 1 هتكون اقل. السؤال اللي بعده بيقول لي the opposite figure represent a closed system. How can this system converted into an open system؟ أنا عايز أخليه يعمل exchange للماتر والإنرجي with the surrounding. يبقى ببساطة خالص هشيل مين؟ الغطا بتاعه ده، الليد بتاعه، أو بنقول عليها removing الباتل plug، أو أشيل الباتل ستوبر. يعني أي حاجة. طب ميس كتبت الباتل كفر برضو كله شغال، كتبت الباتل ليد كله شغال، يبقى by removing the bottle cover the bottle plug the bottle lid، أي حاجة من دول هتمشي معاك. طب انا عايزه ايزوليتد سيستم، يبقى انا هعمل ايه؟ عايز اعزله خالص عشان ما يعملش اي اكستشينج للانرجي او الماتر مع السراوندنج. طب هو اوريدي مقفول، يبقى انا كده نو اكستشينج للماتر. طب انا عايز اشيل بقى الانرجي، يبقى انا هعمل له رابنج ذا باتل with heat insulator substance زي مثلا الفويل and placing it inside tightly closed box. يبقى انا هلفه، هعمل له رابنج باني ماتيريال تكون ايزوليتد وهحطه في مين؟ تايتلي كلوزد بوكس. السؤال اللي بعده from the opposite figures عندي 3 بيكرز كل 200 جرام، والتاني برضه 200 جرام، التالت 100 جرام، وعندي الثرمومتر قايس هنا 30 وهنا 60. in which of the two beakers the average speed of the water molecule is equal with explanation. طبعا اكيد هتبان في بيكر مين وبيكر مين. طبعا في بيكر هيكون بيكر نمبر 2 وبيكر نمبر 3. طب ليه ميس؟ because they have the same temperature. if you know that the specific heat of 1 kilogram of iron 450 joule per kilogram Celsius. تمام. what is the specific heat of 10 kilogram of iron with explanation؟ كلهم السبيسيفيك هيت بتكون كونستانت. فاكر لما قعدنا نقول بدل ما قال لي ذا سيم ليكويد او ذا سيم سبستانس يبقى السبيسيفيك هيت از كونستانت. يبقى في الحاله ديت لما اجي اقول لك ان ال 1 كيلو جرام اوف ايرون 1 كيلو جرام اوف المنيوم 1 كيلو جرام اوف كوبر، اي ميتال عندك او اي سبستانس، واقول لك السبيسيفيك هيت اوف 1 كيلو قد ايه، واقول لك احسب لي بقى السبيسيفيك هيت مثلا ل 20 او 50 كيلو جرام، هتقول لي يا ميس السبيسيفيك هيت بتاعتنا بتكون كونستانت. يعني ما اعملش الحركه دي 1 كيلو جرام بيديني 450 يبقى التاني يديني قد ايه؟ لا طبعا، لان الايرن انا بتكلم على سيم سبستانس، مادام سيم سبستانس يبقى السبيسيفيك هيت از كونستانت فاليو فور ذا سيم سبستانس. يبقى الاجابه بتاعتك طبعا اكيد هتكون السبيسيفيك هيت ل 10 كيلو جرام من الايرن زي السبيسيفيك هيت اوف 1 كيلو جرام اوف ايرن، هيطلع لك قد ايه؟ 450 جول بير كيلو جرام سيليسيوس.